أنا بارك لك على الفيلم، وأعتقد فيلم مهم وتوليفة مهمة جدًا. يعني كلمني عن أهم الخطوط الدرامية في الفيلم اللي حضرتك اعتمدت عليها. والله هو فيلم رومانتك كوميدي يعني بيعتمد على العلاقات الاجتماعية يعني شخصيات شبهنا كلنا، وهتلاقي الثلاث شخصيات الرئيسية هم يعني شبه صحابنا وشبه قرايبنا وقصة فعلا حقيقية جدا يعني. إيه أكتر حاجة مبروك. طبعًا دينا ده تقريبًا طبعًا دينا والله تقريبًا العظيم من هتشوفه، الشخصيات اللي هي ممكن هتشوفه. تبقى في اللوكيشن عندها أجواء لطيفة وحلوة كده. دينا ده دي أستاذ العسل أيمن كله، ده دي العسل كله. والله. والله العظيم ده كنت في منتهى السعادة وأنا شغال معاك. يا حبيبي يا حبيبي، وأنا مبروك والله عليك. مبروك. خطيرة هو كالعادة. كاتب كتابة تحفة هتشوف. كالعادة طبعًا يعني، الكتابة في مصر. كالعادة يعني. ربنا يخليك، مبروك علينا. سوري كملي. من الفنانات اللي باحسها عندها رؤية كويسة أوي. لا لا، دينا من اجمل الفنانات ومن اقواهم ومتنوعه وبتعمل ادوار مختلفه وحقيقي انا بجد ببقى سعيد معاها، والفتره الاخيره احنا عملت معاها كذا تجربه مختلفه. حقيقي يعني بجد، لا انا سعيد بتمنى دايما اكرر التعاون مع دينا الشربيني يعني. لو في مسلسل أو في فيلم في قالب بوليسي أو أكشن ممكن دينا. لا دينا بتعمل اي حاجه، يعني دينا بتعمل اي حاجه، ودي ميزه في يعني في موهبه دينا وامكانياتها. ان حقيقي انا سعيد ان دينا معانا، وسعيد بياسمين رئيس. ياسمين ممثله قويه جدا من العيار التقيل، يعني شفناها قبل كده في افلام مهمه. فانا بجد محظوظ انا وخالد مرعي، ان احنا البطلتين فعلا اللي معانا كانوا دينا الشربيني وياسمين رئيس. هي توليفة الفيلم كلها تجيب نجاح. ايوه، رأيي الشخصي. وكريم محمود عبد العزيز محبوب جدا وموهوب، ومن اهم ابناء جيله. وانا بشوف ان هو من اكثر فعلا الفنانين موهبه في جيله يعني. عندنا إيه الفترة الجاية على مستوى الأغاني وعلى مستوى السينما والدراما؟ لا ان شاء الله الفتره الجايه بالنسبه للسينما عندي فيلم هيروشيما ان شاء الله داخله مع احمد نادر جلال وبطوله النجم احمد السقا. وبالنسبه للاغاني ان شاء الله الفتره الجايه في بقى مجموعه اغاني مع عمرو دياب ونفس حاسك المجموعه. مركز أكتر في السينما الفترة دي. بس كان لا يعني رمضان اللي فات كنت الحمد لله محقق مجموعة أغاني ناجحة مع جسمي وعمرو دياب ومحمد رمضان وأنغام ومع دينا الشربيني وروبي، وعملنا شغل ناجح جدا في رمضان اللي فات. هي صناعة الموسيقى بس مش زي الأول، دلوقتي بتعتمد يمكن أكتر على أغاني الأفلام، على الأغاني كده. أنا بالذات في الأفلام اللي بكتبها ما بكون مشغول أكتر بالسيناريو، فما بكونش حتى لسه مركز إن أنا أعمل أغاني الأفلام اللي أنا بكتبها. يعني أنا نازل لي فيلم ريستارت مع تامر حسني إن شاء الله في العيد الصغير. انا مش كاتب فيه اغاني، يعني الفيلم هنا برضو انا مش كاتب اغاني. فبتمنى بس ان شاء الله ان المجهود اللي انا اديته في السيناريو وفي السينما الفتره الاخيره ان هو يعني اجنيه خير ان شاء الله ونجاح. دايما إن شاء الله، وأحد أهم كتاب السيناريو في مصر طبعا الأستاذ أيمن بكر قمر، دايما منورنا إن شاء الله. قصة ان شاء الله متشكر جدا، ويا رب الفيلم يعجبكم ان شاء الله.